السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد في آن الأوان لفهم القرآن، ونرجع تاني لحلقاتنا السنة دي وأول أيام شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. احنا الشهر ده إن شاء الله هنبدأ نتكلم بطريقة مختلفة عن الحلقات اللي فاتت. الاختلاف هنا إن أنا هتكلم في كل جزء عن 5 آيات بس. 5 آيات هقف مع كل آية أقول بعض الفوائد اللي فيها. مش هقدر طبعا أوفي الفوائد اللي في القرآن كله، لأن لم يأتي من قبل من المفسرين اللي قدر ان هو يوفي بكل حاجة، لانه لا يستطيع كائن من كان ان يوفي كلام الله عز وجل حقه وان يستخرج كل ما فيه. لكن القرآن الله عز وجل بيفتح على قلوب المؤمنين وعلى قلوب عباده الصالحين بما فيه من الآيات. النهاردة هنبدأ في الجزء الأول، وهيكون كلامنا عن 5 آيات موجودين في الجزء الأول، والبداية بالآية رقم 2 في سورة البقرة. رب العالمين بيقول فيها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، أول فايدة إن ذلك ده إشارة للبعيد، وده إن دل يدل على علو مكانة ورفعة القرآن الكريم. ولما يكون القرآن الكريم له علو في المكانة والمنزلة، فالذي يتمسك بالقرآن الكريم يكون له أيضا علو ورفعة في المكانة والمنزلة. دي أول فايدة نقدر نستفيدها من آية ذلك الكتاب لا ريب فيه. الحاجة التانية برضو إن القرآن ده من جهة النزول هو طبعا نزل من عند رب العالمين، فالقرآن له أيضا رفعة وهو كتاب مكتوب. وإحنا عارفين إن القرآن مكتوب في 3 مواضع بس. الموضع الأول طبعا إن هو مكتوب في اللوح المحفوظ. الموضع الثاني إن هو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. والموضع الثالث المصاحف التي بين أيدينا. دول 3 مواضع مكتوب فيهم القرآن. وفي فايدة طبعا للمتمسك بالقرآن الكريم، ان ربنا وصف القرآن الكريم بالكرم وبالمدح وبالعظمة، كذلك من تمسك به فيوصف بهذه الأوصاف شرفا لاتباعه كتاب الله عز وجل. فايدة كمان نتكلم عنها ان رب العالمين قال لا ريب فيه، وده معناه ان القرآن نزل يقينا من عند رب العالمين. والآية ختمت بقول الله عز وجل هدى للمتقين، وهنا في إشارة ان اللي مهتدي بالقرآن هم المتقون. فكل من كان أتقى لله كان أقوى اهتداء بالقرآن الكريم. دي الفوائد اللي نقدر نتكلم عنها في أول آية وقفنا معاها النهاردة. الآية التانية اللي هبدأ أتكلم عنها وهي الآية اللي بتقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وأول فايدة في الآية دي إن ربنا بيذكرهم بالنعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهنا تقدر تستفيد منها إيه؟ إن لو في نعمة لازم شكر نعمة. فواجب شكر النعمة اللي نزلت على بني إسرائيل أن يقتدوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة، وهي التذكير بالنعم. لازم يكون قدام النعمة شكر النعمة حتى تدوم. الحاجة التانية اللي هنقف معاها في الآية دي إن ربنا قال التي أنعمت عليكم، وهنا في إشارة لبني إسرائيل إن ربنا بيقول لهم إن النعمة اللي عندكم دي لم تأتي بكسبكم ولا بكدكم ولا إرث عن آبائكم، ولا كده ولا كده ولا كده، لكن النعمة من رب العالمين. الله عز وجل هو المنعم الذي أنعم علينا وعلى غيرنا بكل جميل، هو رب العالمين. والفايدة الثالثة في الآية دي إن ربنا قال لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. ده كان في زمانهم. ليه في زمانهم؟ لأن في الزمن بتاعهم ده كانوا هم أهل الإيمان. عشان كده ربنا خلاهم ينتصروا على العمالقة في الأرض المقدسة، فقيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وده كان في زمانهم، أو ده كان في زمانهم لما كانوا هم أهل الإيمان. لكن بعد كده لما فسقوا وخرجوا عن الإيمان، الأرض المقدسة ليست لبني إسرائيل ولكن للمسلمين. الآية رقم 3 اللي هنقف معاها النهاردة في الجزء الأول هي الآية اللي بتقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الآية دي في البداية كده هي مناسبة للآية اللي قبليها كان جاي بالتسلط بتاع فرعون وآل فرعون على هؤلاء. فربنا بدأ هنا يبين بقى مآل المتسلطين، إن هو أهلك العدو ونجاهم وأورثهم أرضهم، كما قال ربنا جل جلاله في سورة الشعراء: وأورثناها بني إسرائيل. يبقى دي أول فايدة بنقف معاها في الآية دي، إن مآل الظالمين الهلاك، وإن الله عز وجل ينجي المؤمنين. وأورث رب العالمين بني إسرائيل هذه الأرض لما كانوا أهل إيمان في ذلك الوقت، وربنا قال وأورثناها بني إسرائيل. الفايدة رقم 2 في الآية دي إن ربنا بيذكر بني إسرائيل بالنعم. أنهي نعم بقى؟ النعمة هنا بقى اللي هي حصول المطلوب بالنجاة، وزوال المكروه بإهلاك العدو. الفايدة الثالثة اللي هتكلم عنها إن هنا في بيان قدرة رب العالمين، إن ربنا جعل البحر ده، ربنا قال عنه فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. جبل عظيم وجبل عظيم، ده وجه من أوجه القدرة. وفي وجه تاني
إن ربنا خلى الأرض اللي هم ماشيين عليها يبسا يابسة. طب دي بقى لها كام سنة؟ 1000 سنة ولا مئات السنين ولا آلاف السنين، سنين لا يعلمها إلا الله، عليها المية. ومع ذلك لما جم بني إسرائيل يعدوا من عليها ربنا خلاها يابسة. وده إن يدل على قدرة رب العالمين على كل شيء. ربنا قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالطريق كان يابسا، ودي من تمام قدرة رب العالمين اللي أظهرها لبني إسرائيل وبين ليهم كم من النعم اللي كان بينعم بيه عليهم. فايدة كمان هنتكلم عنها إن الآل يدخل فيها من ينتسب إليهم. يعني ربنا قال: وأغرقنا آل فرعون، وإحنا عارفين إن فرعون غرق بلا شك. ربنا قال: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالآل يدخل فيهم من ينتسب إليهم. الفايدة الخامسة اللي هتكلم عنها في الآية دي إن إغراق عدو الإنسان أمام عينيه من نعم الله عز وجل. على فكرة الحاجة دي بتشفي صدور القوم المؤمنين. لو انت في عدو ليك كان بينكل بيك، وان ربنا يخليك تنظر اليه وهو يغرق وهو بيهلك، وهو كمان يبقى شايفك وانت بتشوفه وهو بيهلك. دي من نعم رب العالمين على بني إسرائيل، ان هم شافوا غرق آل فرعون وفرعون قدام عينيهم عشان يشوفوا بعينيهم هلاك العدو. دي من النعم الكبيرة جدا اللي ربنا بيمن بيها على أهل الإيمان. وانتوا عارفين ان لو كمان كان الهلاك ده بإيديهم كان بيبقى أقوى وأشفى للصدور. ربنا قال في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فده لما بتشوف هلاك العدو ده بيكون فيه شفاء للصدور. ولذلك برضو من الحاجات يا جماعة القوية جدا اللي هي شماتة الأعداء. يعني خلي دايما كده في الدعاء بتاعك ان انت تعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء. الشماتة دي يعني أمر كبير جدا، ان انت يشمت بك عدو، ده أمر جلل. وطبعا أكتر بقى من كده لو كان في شماتة من مفروض صديق يعني أو قريب، ان هو قريب منك ويشمت فيك او مستنى سقطة بتاعتك او الوقعة بتاعتك، دي حاجة كبيرة جدا. ولذلك بقى يبقى انت لازم في حياتك تستعين برب العالمين. احنا دايما في الصلاة بتاعتنا بنقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. دي الوصية بتاعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انت لو قعدت تلتفت لكل واحد ده عمل وده سوى وده قال عليا والكلام ده كله، مش هتمشي في طريقك ابدا وعمرك ما توصل للهدف اللي انت عاوزه. في ابيات جميلة جدا معبرة عن موضوع الالتفات للي بيرميك او اللي بيشمت فيك او الكلام ده كله. هي بتقول: لا تلتفت لترى الرماة فربما فجع الفؤاد لرؤية الرامين، فلربما أبصرت خلا خاضعا قد بات يرمي في الخفاء سنين، ولربما أبصرت قوما صنتهم باتوا مع الرامين والمؤذين. فأنت ممكن تتأذي أكتر لما تعرف إن القريب منك هو اللي خانك أو هو اللي نكل بيك أو هو اللي كان بيشمت بيك. فنعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء ومن غدر الأصحاب والأحباب. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن التوكل إلا عليك. فدي كانت فايدة من فوائد برضو اللي احنا في الآية اتكلمنا عنها. الفايدة السادسة في الآية دي اللي هي عتو بني إسرائيل. كل النعم دي ومع ذلك هم أكثر الناس استكبارا وطغيانا وتكذيبا للرسل جم. وده إن يدل على العتو والطغيان لبني إسرائيل. وآخر حاجة هتكلم عنها في الآية دي إن ربنا سخر من فرعون. فرعون كان بيقول إيه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. كان بيسخر من سيدنا موسى وبيفتخر بملك مصر ويقول ايه: وهذه الانهار تجري من تحتي. ربنا جعل نفس الكائن ده ونفس المخلوق اللي هو الماء ده اللي هي الانهار التي تجري من تحتي، جعل غرق فرعون في ده. فربنا سخر منه ان جعل هلاكه بما كان يفتخر به، بما كان يفتخر به. وكان بيسخر من سيدنا موسى وبيصفه ان هو مهين ولا يكاد يبين. ربنا اورث سيدنا موسى الارض اللي كان عليها فرعون اللي هو كان بيسخر منه. وختمنا في الجزء الأول مع الآيتين اللي بيقول فيهم رب العالمين: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من فوائد الآيتين إن من الناس من يكون عدوا للملائكة. ربنا قال: قل من كان عدوا لجبريل، يبقى دي أول فايدة. الفايدة الثانية بيان فضيلة ومكانة سيدنا جبريل عند رب العالمين لأن ربنا دافع عنه. والفايدة الثالثة إن ربنا وصف سيدنا جبريل وقال: فإنه نزله على قلبك، ومن كانت هذه وظيفته كان يستحق أن يكون وليا. والفايدة الرابعة اللي هنتكلم عنها إثبات علو رب العالمين. ربنا قال: فإنه نزله على قلبك. نزل إيه؟ القرآن.
والنزول لا يكون إلا من أعلى لأسفل أو من أعلى لأدنى. فده يدل على إثبات علو رب العالمين. والفايدة الخامسة اللي هنتكلم عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعى القرآن وعيا كاملا، لأن ربنا قال فإنه نزله على قلبك، وما نفذ إلى القلب حل في القلب، وإذا حل في القلب كان في حرز مكين. الفايدة السادسة إن القرآن هدى وبشرى للمؤمنين، بشارة للمؤمنين. يبقى أنت كل ما تكون حريص على القراءة، على التدبر، على سماع الآيات القرآن، على العمل به، كل ما تنال من هذه البشرى والهدى من كتاب الله عز وجل. طيب وفي نفس الوقت العكس، لو الإنسان حس بكراهة إن هو يقرأ القرآن، يسمع القرآن، حس إن هو تقيل قوي عليه القرآن، فده إن يدل على عدم وجود الإيمان أو نقص الإيمان. لكن الإنسان الذي يقبل على رب العالمين هو الذي تناله هذه البشرى ويناله هدى كتاب رب العالمين. دي كده النهاردة كان وقفة مع 5 آيات في الجزء الأول. إن شاء الله كل يوم خلال شهر رمضان هيكون في وقفة في كل جزء مع 5 آيات، هنقول بعض الفوائد اللي فيهم عشان ننتفع ويزداد التدبر لينا في شهر القرآن، شهر رمضان المبارك كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تتابعونا في آن الأوان لفهم القرآن، وعاوزين كلنا نفهم كلام ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.